يا الله على عدالة ربنا. ما هو لو العالم كله اجتمع علشان يضروك في حاجة وربنا مش رايد، لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. ولو اجتمع العالم عشان ينفعوك بحاجة وربنا مش رايد، لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. استدعاء ياسر إبراهيم بعد ما قالوا له أنت مش في المنتخب، بعد ما قالوا له إحنا هنفضل عليك لعيبة تانية، لعيبة ما قدرتش إنها تفوز بدوري ولا كاس وعاملين مواسم سيئة، ولعيبة تانية كانت قاعدة في بيتها وراحت المنتخب. ياسر إبراهيم اللي مؤثر في كل البطولات وبيلعب دوري أبطال أفريقيا وفايز ببطولة أفريقيا، واللي قدر يلعب مباريات قوية جدا في كأس العالم للأندية، تستبعده وتجيب لعيبه زي كده؟ فقمه الظلم الحقيقه. ولكن في النهايه عداله ربنا تنزل علشان ياسر ابراهيم بيكون متواجد رسميا في منتخب مصر. فكل التوفيق لياسر، لعيب مجتهد يستحق كل التقدير، يستحق التواجد في منتخب مصر وفي التشكيله الاساسيه.